وبعد 10 أيام بيكلم المضيف للجميع وبيعرفهم إن الاختبار على وشك الانتهاء، وكانت الأكثر وحشية في التاريخ مع ارتفاع الوفيات اللي فيها، ولحد الآن فاضل 10 من أصل 23 مشارك، والمشاركين في المراكز الخمسة الأولى حصلوا على مراكزهم تقريبا. وده معناه إن النقاط من المهام والقضاء على الوحوش مش هتأثر على التصنيف الآن، ودلوقتي اللي ممكن يأثر على التصنيف هو قتال بعضهم البعض. وفي المركز الخامس هو موساشي، والرابع هو سونج جين، والتالت هو أندريه، والتالت هو تشارلز، وأخيرا الأول وصاحب أعلى النقاط في التاريخ لوفان مع 7 مليون نقطة. ووقتها لوفان كان بيقاتل في الزعيم ورا التاني، وبيقتل الشياطين التاسع وهو شيطان الغضب، وبيرتقي مستوى للمستوى ال41، والشوي للمستوى ال38، والستار للمستوى ال29، والتين الزمردي للمستوى ال35، وبكده يكمل الجيش بالكامل. وبعدها بيعرفوا النظام ان هو كسب مهارة جديدة وهي مجال التنين، فبيفرح لوفان من حصول شياو فيه على مهارة جديدة، ودي مهارة بترفع سمات التنانين او من يحمل نسلها ب50%، مع تقليل جميع السمات لغير التنانين ب50%، ولا يمكنهم دخول المجال او مغادرته عن طريق التحرك او النقل الآني. بيفكر لوفان وهتفيده كثيرا في القتال مع تعزيز اضافي بكل السمات ب50%، وساعتها لو قتل سونج تاني فمش هيكون قادر يخرج زحف الهاوية، ولو مات داخل المجال فمش هيرجع تاني للحياة، وساعتها ينتهي أمره فعليا. وهنا بيعرفوا النظام إن هو دلوقتي أصبح فريسة، وهنا يبتسم لوفان وبيقول إن ده مثير جدا، ويبدو إن كمية كبيرة من النقاط هتنضاف لحسابي. وبننتقل بعدها للبركان، ووقتها بيلاقي تشارلز ماسك جوهرة ومنها بيفعل المهمة وهي مهمة الصياد. أيوة صديقي اللي هدفها هو لوفان، ووقتها بيكلم سيونج. إذا هي دي الطريقة لإزالة المركز الأول؟ بيقوله سيونج: تشارلز أنا اديت لك المهمة، أنت يمكنك القضاء عليه حقا. بيقوله تشارلز: أكيد أنت عارف قوتي كويس، وإلا ما كنتش تحالفت معايا من الأساس صح؟ بيسكت الاتنين وبيفكر سيونج في العملاق البركاني اللي دمره تشارلز بضربة واحدة فقط، وحتى هو موساشي لا يمكنهم ذلك. وبعدها بيكلم تشارلز وبيعرفوا ان ليفان هزم شياطين 9 عوالم وجيشهم. ليس الامر اني مش واثق فيك، ولكن حتى لو اجتمعنا معا احتمال لا يمكننا قتاله. فبيقوله تشارلز: هزيمة شياطين 9 عوالم يمكنني فعلها ايضا، دي مش مهارته الخاصة، هو بيستعمل قوة تانية فقط. بيتفاجئ سيونج: قوة تانية؟ بيقوله انت مش كنت عايز تعرف الصيغة اللي استعملها لوفان ليستطيع على شياطين 9 عوالم؟ 3 دقايق وأعرفك الإجابة. ووقتها في الخارج الموظفين بيتأكدوا من سيرفرات البث واللي بيكونوا مستنيين المسؤول جين، وبيدوروا على أي شيء غير طبيعي في لوفان. وفجأة بيظهر المختار قدام أحد الموظفين وبتقتله في ثواني، وبعدها بيظهر خلف التاني وبتنهيه أيضا، وده بيفاجئ الموظف التالت ولكنها بتظهر خلفه بسرعة كبيرة وبتنهيه. وبعدها تمسك أسلاك البث وبتقطعها وهي بتكلم حد، واللي بيعرفوا ان التلات ده يعضوا بالفعل، ولكنها بتقوله ما تقلقش مورجان لا تفشل ابدا. وفي الخارج بينقطع البث عن الاختبار والجميع مستغرب من هذا، ووقتها بيكلم تشاوي الشيخ هان وبيقولوا ان ده اكيد من فعل تايت شي، ولكن بيقولوا الشيخ هان ان عائلة مورجان مش بسيطة ايضا. فبيحاول احد المسؤولين يكلم المسؤول جين ولكنه بيلاقيه مختفي. وفي نهاية الممر عند غرفة الإشراف بيقابل المسؤول جين رئيس عائلة مورجان، وبيستغرب ان هو موقفه ومش بيقول له اي حاجة ولا حتى كلمة. وبيوصل بعدها لرئيس مورجان رسالة من المغتالة وهي بتقول له ما تقلقش عائلة مورجان لا تفشل. وبعدها بيكلم المسؤول جين ان هو اخبار ان هو ياخد 3 دقايق من وقته ومفيش اي شيء عشان يناقشه، والدقايق مروا بالفعل لذا وداعا. ونرجع للداخل، ووقتها موساشي وسيونج مصدوم من كلام تشارلز وبيقوله موساشي: انت بتقول ان لوفان اصبح خادم لحاكم الجثة الساقطة عشان يقدر يستعمل قوته ليسيطر على شتات 9 عوالم، وده وجود من الصعب ارجاعه، ده خيال مستحيل تصديقه. بيقوله تشارلز: أتفهم ذلك، في نهاية المطاف قوته كبيرة جدا، وبغض النظر عن مدى قوتك فشعاع واحد منه قادر يغير حياتك، ودي هي قوته، جوهر الجبل المقدس اللي أعطاها لي سيدي. بيتفاجئ الاتنين من قوة هذه الجواهر التلاتة، ولا يمكن مقارنتها بقوة شياطين 9 عوالم. معقول مصدر قوتك هذه الجواهر التلاتة؟ بيقوله تشارلز: لا، 2 منهم لكم. ولكن بيقوله سيونج: مفيش شيء من غير مقابل، واكيد هذه القوة مش مجانية. بيقوله تشارلز: خلينا واضحين، دي صفقة وهي انك تكون خادم لسيدي،
وساعتها يمكن لعائلة مورجان اكتشاف الأسد القدامى الغير مستيقظين في تايتشي وساكورا. بيفكر سيونج وعارف إن في خدعة في الموضوع، ولكن ده هيجعله أقوى، فبيقبل الصفقة وبياخد الجوهر وبيشعر بقوة كبيرة. وبعدها بيسأل المستشفى لو كان فكر في الأمر ولازم يقرر بسرعة قبل ما حد يشوف في الخارج. بالفعل بيوافق موساشي وبياخد الجوهرة، وبيعرفوا بعدها تشارلز ان هو ما يقاومش وكل ما استسلم كل ما كان اقوى. وبالنسبة للقطعة الأخيرة فهي عشان لوفان ليكون دمية للجبل المقدس. وبننتقل في الأحداث لمركز التحكم في الاختبار، ووقتها المسؤول جين بيدور في قيامات عن القاتل، ولكن بيلاقي إن تم إيقاف البث المباشر وغرفة المراقبة بالكامل. بيتكلموا بعدها الموظفة سيد جين: أنت حقا لن تبلغ عن هذا؟ بيقول لها سيد جين: لا، هنحقق في ده بنفسنا، وهذه الفوضى لا يمكن انتشارها. وبعدها بيفكر في رئيس عائلة مورجان اللي وقفه في السابق وبيقول إن أكيد هو اللي فعلها. وفي الاختبار الوطني بيذهب لوفان للبركان، وبيعرفنا لوفان اللي في المرحلة الأخيرة في المسابقة القتال بعضهم البعض هو الفعال، والسياد اللي هدفه لوفان موجود قدامه. وبعدها بيشوف الخريطة وبيلاقي إن المحارب سان قريب منه، فبيقرر ينزل في المكان عشان يسلم على صديقه سان. بالفعل بينزل في المكان وبيدور على سان، وهنا بيشوفوا سان وبينادي على بطلنا واللي كان خايف لحد يقتله، ولكن لوفان لو كان عايز يقتله كان فعلها في السابق وكمان شجعه وقتها. فبيذهب لعنده وهو مطمن، بيقوله لوفان: حظك كويس لصمودك لحد دلوقتي. بيقوله سام: فكرت ان في شخص عايز يقتلني بس كويس اني قابلتك. بيستغرب لوفان من النقاط اللي جمعها واللي هي قليلة جدا، وبيفكر بعدها مع نفسه في شخصية سان، ومع انه في المرحلة الأخيرة للمسابقة ومع ذلك لسه يبتسم في وش الناس. فبيعرفوا لوفان ان هما في المرحلة الأخيرة من الاختبار ومفيش حد هيكون لطيف معاه أبدا. وفجأة تنين بشعر بالشيء وبيظهر بعدها شيطان بيلتهم سان، وبيعرف لوفان ان هو الزاحف الشيطاني دمية الجبل المقدس. بيفكر لوفان هو بيستعد للقتال الوحش ده بتاع سيونج، حتى انه بيحمل لقب الجبل المقدس، وبيهجم بعدها بسهم الأفعى ولكنه بيفشل في إنقاذ سان. وبعدها بيذهب زاحف في الهواء لعند سيونج وبيقوله: سيونج، تقابلنا تاني يا لوفان، سرقت نقاطك من غير قصد، بعد كل شيء نقاطك هتكون ملكنا قريبا. بيقوله لوفان: مر الوقت بالفعل وأصبحتم أقوى بكثير عابد الجبل المقدس. بيفكر لوفان: انضموا لتشارلز، إذا فأكيد السياد هو تشارلز. بيقوله تشارلز: ولكننا نتفهم هذه القوة كويس، ولكني هعطيك فرصة، تخلى عن سيادك وانضم لسيدي وهتاخد قوة عظيمة. بيفكر لوفان: جوهر الجبل المقدس، القوة دي مشابهة لجوهر الجثة الساقطة، وأكيد هو اللي حول سونج وموساشي. بيقوله سيونج: انضم لينا ولن نضطر للقتال. بيقوله لوفان بسخرية: ولائي، انتوا بتهزروا، انا مختلف عنكم تماما. بيتعصب موساشي: لوفان، ازاي تجرؤ على احتكارنا؟ فبيقوله لوفان: حتى لو حصلتم على هذه القوة انتم بس وصلتم لمستوى وحشي. بيتعصب تشارلز وبيقوله الكلام انتهى. يا سيونج، انت وموساشي، انتم مش عايزين تنتقموا؟ اذهبوا اذا. وبيهجموا على لوفان، ولكن بيتفادى الهجوم وبيستعد بعدها للهجوم، واللي بيكون غاضب ان هم اصبحوا عبيد. وبيهجم على موساشي ولكن بيوقف الهجوم وبيفعل قناع الشيطان. وبيكلم بعدها لوفان: الشخص الحكيم عارف امتى يتراجع، والاخر مرة انضم لينا وكنت تابعنا وهتعيش بعدها، والا هنقتلك ونحولك لدمية. بينزعج لوفان من كلامه وبيفكر مع نفسه: قتلت الكثير من اتباع الحاكم القديم في القطب الشمالي، ازاي تجرؤون يا عبيد الجبل المقدس على تهديدي؟ وبيرد عليهم بعدها وبيقول لهم: فهمت، مش هخلي حد يهرب. ووقتها بيفكر موساشي ان لوفان توقف على المقاومة عشان خايف منهم، فبيكلم بعدها لوفان شاو يي تحول التنين مدمر وبيستعد للهجوم. فبيندفل عنده موساشي وهو بيقول له: عايز تفاجئني؟ لا يمكنك هزيمتي هذه المرة. ووقتها بيستعد وبيهجم على سيونج، ولكن بيوقفوا الزاحف فبيرجع لعند التنين الأسود وبيخرج بعدها شاو فاي. وبيفكر بعدها مع نفسه بيقول إن التنين التوأم تحول لتنين شيطاني لما كل جوهر الجثة. طب أنا لو أكلته جوهر الجبل المقدس إيه اللي هيحصل يا ترى؟ وبيقول لهم بعدها: حياتكم التلاتة والجوهر هيكونوا ملكي. وبيفعل بعدها سحر التنين وبيستعد لانفجار الحمم وبيهجم عليهم بقوة ساحقة، وده بيفاجئ الاتنين جدا ولكنهم بيصدوا الهجوم بصعوبة. وبيقولوا لوفان: توقف عن إخراج هذا الوحش الضعيف وخرج بعض الرجال اللي يمكنهم المنافسة مع التنين. بيفكر سيونج: اللعنة، هو مش شايف إن خرجت بالفعل أقوى وحش عندي؟ ووقتها لوفان بيكلم موساشي: انتوا ملاقي مدى ضعفاء، انتوا مرهقين بالفعل بعد هجومين فقط، لماذا لا تاخد قسط من الراحة أولا؟ بينزعج محارب ساكورا:
ازاي يمكن لتنين بالمستوى 30 فقط ان يكون بهذه القوة؟ وبعدها بيكلم لوفان موساشي: لما اتوقع منك ان تكون لطيفا جدا معي وترسله لي شخصيا للحصول على النقاط مجانا. بيتعصب تشارلز من كلامه وبيقوله: هي لك من مغرور، هتدفعك تمن ذلك. وبيخرج قوة كبيرة وبيهجم عليه بنيران العقاب، ولكن بيقوله لوفان: هو ده كل شيء؟ هو ده مستوى قوة سيدك؟ وبيتصدى بعدها لكل هجماته بكل سهولة. وده بيعصب تشارلز وبيكسر جوهر الجبل وبيجمع قوة كبيرة وهو بيقول له: هخليك تشوف بعينك القوة الحقيقية للحكام القدامى. وبيظهر بعدها كائن عملاق، فبيستعد لوفان وبيهجم عليه بسهام التعبان المظلم، ولكن ده مش بيأثر فيه أبدا. بيفكر لوفان مع انه مجرد اسقاط، ولكنه يحتوي على القوى الملكية القديمة، هو حتى أقوى من شياطين 9 عوالم. فبيفعل لوفان تحفيز التنين، وده بيرفع قوة التنين بصورة هائلة. وبعدها بيستعد للهجوم بسهم ظل التعبان والشوي بانفجار الحمم، وبيهجم الكائن المجنح عليهم بقوة ساحقة، ولكن بيهجم عليه لوفان والتنين الأسود وبيحصل انفجار ضخم. ووقتها بيقوله تشارلز إن قوة الحاكم القديم أقوى بكثير من هذا. ووقتها الكائن المجنح بيهجم على التنين الأسود، فبيتحول التنين للمدمر وبيهجم بالزئير المدمر، ولوفان بيهاجم بسهام التعبان الظلام. وفجأة بيظهر موساشي وبيهجم عليه بضربة شيطانية، والزاحف الشيطاني بيأيد التنين الأسود، ولكن بيصد لوفان كل هجمات موساشي بسرعة كبيرة. ولكن بيظهر تشارلز وراه وبيستعد للهجوم عليه بقوة كبيرة، ولكن بيقطع لوفان الهجوم في ثواني. فبيتراجع لوفان والآخرين وبيقولوا سيونج: من غير تنين هو لا شيء. فبيقولوا تشارلز: طالما بعدنا عن التنين فقوته هتقل أكيد. ولكن بيقول لهم لوفان: انتوا متأكدين ان انا اللي تم خداعي؟ بيقولوا تشارلز: قصدك ايه؟ وهنا بيظهر وراهم شياطين 9 عوالم وبيعيدوا حركتهم. فبيقولوا: ده لا عمنا لوفان، انا عرفت بالفعل هدفكم وتظاهرت ان تم خداعي، ولكن في الواقع استغلت الموقف لاشغالكم فقط. بيقولوا تشارلز: انت مفكر ان امكانك هزيمتنا بهذا فقط؟ بيقولوا لوفان: بالطبع لا. وبيخرج بعدها تنين شياطين التوأم وكل الشياطين 9 عوالم، وبيقولوا مع ابتسامة: فقط بالقليل. بيتفاجئ تشارلز والآخرين إن هو في وقت قصير فقط قبض على كل شياطين 9 عوالم. ووقتها بيقوله لوفان: ودلوقتي مين اللي هيفوز هنا؟ بيقوله تشارلز: حتى لو جمعتهم مفيش حد يمكنه فعل هذا بنا، عبيد الجبل المقدس. فبيفعل الحماية المقدسة اللي بتحمل الحلفاء وبترفع سماتهم للضعف، وده بيرفع من قوة سيونج وموساشي بصورة كبيرة. وبعدها بيهجم تشارلز بشعة العقاب، وسونج وموساشي بيهجموا على الشياطين وبيقتلوا فيهم. وبيقولوا بعدها تشارلز: الشياطين 9 عوالم مش أكتر من جثة ساقطة. ودلوقتي يا لوفان لسه مفكر إنك قادر تتخلص عنها بسهولة؟ بيقولوا لوفان: وهل من الرائع أن يكون لديك بعض القوة؟ بالمقارنة مع حيوان الأليف هو أدنى بكثير. وهنا بيرفع نبض الحياة، وده بيرفع من قوة كل الحلفاء ودول الزمرد اللي بيعطوهم طبقات حماية. وبعدها بيهجموا عليهم والتيم بيواجه الكائن المجنح وبيكسر سلاحه وبيدمر راسه بضربة الفك، وده بيصدم تشارلز. بيقوله لوفان: ركز كويس واستعد للعظمة القادمة، مجال التنين. بيتفاجئ الجميع ان هو بيفعل المجال مع انه فقط في المستوى 30. بس بيقوله تشارلز: وماذا لو كان مجال؟ دعني اذا ادمره. وبيهاجم لوفان بشعة العقاب وبيقول له: هخليك تعرف مدى الفجوة بيننا. ولكن الشيطان بيدمرها بكل سهولة، وتشارلز مصدوم ان هجومه الساحق اتصد بهجوم عادي فقط، وبيشعر الاخرين ان قوتهم ضعفت فجأة. بيقول لهم تشارلز: لا، لم نصبح ضعف فقط، بل هذه الوحوش اصبحت قوية ايضا. المجال ده بيقلل سمات العدو وبيرفع سماتهم. وهنا الشياطين بيهجموا عليهم، ووقتها بيشهدوا اعمال لوفان وعلى تعبيره الاحباط: هم اكيد مش هيموتوا من ده، صح؟ وهنا بيظهر فجأة دول لما وبيقول له تشارلز: كنت عايز انقذ حياتك واعطيك فرصة لخدمة سيدي، ولكن من الصعب السيطرة عليك، وانا هعمل منك دمية بعد الموت. وهنا بيخرج الكائن المجنح وبيهجم على بطلنا بالنور المقدس. وفي الاخراج بيتوتر نائب المدير تشاو بيكلم الشيخ هان، ولكن الشيخ هان مش بيرد عليه ومركز في القتال. في الوقت ده بيسكت تشارلز ارضا وعلى تعبيره الصدمة. ووقتها لوفان كان مفعل دفاع الحاجز الابدي واللي صد الهجوم الساحق لتشارلز، وده بيخليه مصدوم جدا. ازاي تصدر قوة جوهر الحاكم؟ بيقوله لوفان: يبدو وكأنه هجومك الأخير، ودلوقتي جه دوري. وبيهجم التيم بالضغط واللي بيزع الرعب فيهم، ومش قادرين يستحملوا هذا الضغط الساحق. وبيهرب موساشي بسرعة من المكان، ولكن بيد عليه سيونج وبيقولوا ان هما لسه يمكنهم العودة للحياة. فبيهجم لوفان عليه وبيقسمه لنصين، وبيقولوا للأسف المرة دي هتموت. بيترعب سيونج ان هو مش قادر يشعر بالزحف الخاص به، وبيمسك بعدها تشارلز ايده وبيقوله بكل خوف:
ووقع معايا عقد الحياة، أنا مش عايز أموت. بيتوتر سيونج وبيحاول يعرف إن هو مش قادر يوصل لوحشه، فبيهجم عليه لوفان وبيقتل سيونج وبيقول لا تهتم بالتحدث معاه، فهو دلوقتي لا يمكنه بعثك، وباستثناء أنا أي شخص يخش المجال غير قادر على استعمال التقنيات، وبدون وحش مفيش عقد. بيتوتر تشارلز قبل ما اشوف لوفان لم اتخيل ان هوصل لهذه الحاله اليائسه، ومع انها خدام لحكام قدامى بس ليه هو اقوى مني. وهنا بيخرج جوهر الجبل وبيقولوا ان هو جاهز ده في الاساس عشانه، وبيستعملوا بعدها عشان يطور من نفسه، ولكن بيقتلوا لوفان وبيقولوا انت مفكرني غبي عشان خليك تتطور. وبعدها بيظهر الجوهر من جسمه وبيهرب الجوهر بسرعه. بيقوله لوفان انك تسيب خادم مخلص وتهرب وحيدا، انت مجرد طفل يعتمد على الاخرين. انت مفكر ان مكيك الهرب، وبينطلق بطنه وراه بسرعه وبيفكر بعدها. واخيرا قطع كامله من جوهر الجبل المقدس. ووقتها في الخارج الجميع متفاجئين من اختفاء ترتيب تشارلز ومحارب ساكورا وسيونج، ولما يتوقعوا ان هما هيموتوا على يد لوفان، والشيخ خان متحجر في مكانهم اللي شايفه. ووقتها بيغادر جين وهو متعصب جدا، والشيخ خان بيشك في افعاله. ووقتها المسؤول جين ماشي في الممر ومصدوم الجماع ماتوا ومش عارف ازاي يشرح ده لعائلة جين، وبيقول ان جين كان الامل الوحيد لعائلة جين في المستقبل، وعشان المحاكمة كراسة تايتشي موعدها الوطنية بالكامل، ودلوقتي تم القضاء عليه. وفجأة بيظهر مجسات حواليه، وبيكلم المسؤول جين الشخص الغامض وهو متوتر سيدي. فبيقوله الشخص الغامض ابني مات حقا. بيقوله جين ان ده فشله ومستعد لاي عقاب، ولوفان قوي جدا وتدخلت كذا مرة ولكن لم اتمكن من ايقافه، حتى محارب ساكورا وتشارلز ماتوا على ايده. بيقوله الشخص الغامض لا عجبني شعرت بالقلق فجأة، اذا ده صح. وهنا بيلف المجسة على رقبة جين وبيقوله رئيس عائلة جين قبل الاختبار ماذا وعدتني، ودلوقتي ابني ميت وتايتشي خسرت، وانت بتقولي ان ده عشان لوفان قوي جدا. بيترجاه المسؤول جين يعطيه فرصة تانية. بالفعل بيسيبوا الزعيم جين وبيقولوا يمنع لوفان ان هو يغادر تايتشي حيا، وبعد الاختبار يستعمل كل الوسائل اللازمة لبقائه. وانا ساتجمع مع اصدقاء الاربعة القدامى، وزي ما قضينا عشان 9 عوالم لوفان هيختفي ايضا. ووقتها لوفان بقى كان حصل على جوهر الجبل المقدس، وبيتساءل مع نفسه التين الشيطاني بعد ما ياكل الجوهرة لأي مدى هيتطور؟ طب ما تعالوا نشوف. وبيرمي الجوهرة عند التين الشيطاني التوأم وبيلتهمها التين الشيطاني، وبيتطور التين الشيطاني بالفعل، وبيتطور التنين الشيطاني للتنين المقدس، وبيكسب مهارة بوابة النور المقدس والضوء المقدس. بيفكر لوفان المستوى التاني للتنين، وكمان كسب مهارتين، ومهارة الضوء المقدس يمكنها تعزز الأهداف المتحالفة ب 30%، والشفاء المستمر، مع ان تأثير الشفاء مش قوي زي تأثير شياو فاي، ولكنها كافية لرفع قوة الجيش الشياطاني بصورة كبيرة، مما يجعل من السهل تدمير دولة صغيرة. وهذه البوابة المقدسة مفيدة جدا. وفي الماضي كان عشان يخرج التنين الشياطاني التوأم وشياطان 9 عوالم كان لازم هو وشياو فاي يكونوا موجودين، اما دلوقتي فيمكن يرسلهم ويخرجهم في اي وقت. التنين المقدس أتساءل لو كان يمكنه ترقية أكثر مع إضافة جوهر حاكم إضافي. أشعر بحماس متزايد في الشكل النهائي للتنين الشياطاني اللي هيكون عليه. وبعدها بيعرفوا النظام بداية التصويت على إنهاء الاختبار، وبيلاقي إن فاضل 6 أشخاص فقط على قيد الحياة، وبيلاحظ إن أندريه صوت على إنهاء الاختبار. يبدو إن هم عايزين يتجنبوا القتال معي، إذا فننهي الأمر. وبيصوت على إنهاء الاختبار، فبيعرفوا النظام انتهاء الاختبار وهيتم توزيع المكافآت بناء على النتيجة. وبعدها بيظهر سيدي كنز وده بيحمس لوفان، وأي المكافآت هيكسب في الاختبار اللي جذب الكثير من الدول. وبيفتح بعدها سيدي الكنز وبيتفاجئ إنها مجموعة أسطورية في المستوى 90 ومكونة من 5 قطع، حتى قطعة واحدة يمكنها تفعيل مكافآت المجموعة، بالإضافة للحزام لديه مهارات زي درع ملك التنين والتحول للتنين الذهبي. ولو ارتدى القطعة ال5 فهيفعل 3 مهارات أخرى، ولو كانت القطعة الأخرى لديها مهارات أيضا فيمكنه القتال بأسلوب محارب التنين الذهبي. وكتاب المهارات المستوى 40 اللي بيحاكي سحر التنين ويمكنه تفعيله الآن. وبفضل هذه المهارة مش هضطر يتعلم تعويذ لغة التنين مختلفة بشكل فردي، يعني يمكنه صديقي نسخ مهارات التنين وتفعيل سحر التنين بسهولة. وبيتفاجئ من المكافأة الأخيرة واللي هي حزمة توسيع التمرير، ولما يفعلها يحصل على 3 مخطوطات نادرة أو أعلى. وبيتفاجئ لوفان ان حتى العالم السري العالمي بيضم مكافآت عشوائية. تايتشي انت حقا عارفة ازاي تلعبي. على اي حال اتمنى يكون حظي جيد. وبيفعل بعدها الحزمة وبيكسب كتاب توسيع الخانة وكتاب يمكنه ترقية العناصر بمستوى 1 لحد المستوى الأسطوري بلس، وكتيب ذات مستوى. وهنا بيتفاجئ ان هو كسب كتيبات من الصعب الحصول عليها حتى في دار المزاد. وبيقول بعدها جه الوقت لتوسيع خانة جديدة وترويض التنين الأزرق قبل التغيير الوظيفي الثالث. وهنا بيفعل كتيب ذات المستوى على الحزام عشان يقدر يستعمله بدل ما يستنى لحد ما يوصل لمستوى 90. وبيفعل بعدها كتيب الترقية على السيف واللي بيكون فضول جدا لمعرفة مدى قوته لما يرتقي للمستوى الأسطوري بلس.
وهنا بيرقيه وبيرفع السمات بصورة كبيرة مع تأثير خاص تحسين الضرر الناري ب60%، بالإضافة لإمكانية تغذية الضرر الناري في السيف وإطلاقه في الهجوم التالي، وبيجهز السيف والحزام، وبيقولوا إن هم يرفعوا قوته لمستوى تاني. وبالإضافة لسحر التنين يمكنه إلقاء تعويذ زي سحر التنين، وترويض التنين الأزرق هيرفع قوته كفارس تنين. والحزام ده بيعطيني قوة محارب التنين الذهبي أشعر بها قوة ملك التنين الذهبي. وبعدها بيغادر الاختبار، والبعض متحمسين جدا عشان يقابلوه، والبعض الآخر متعصبين منه عشان قتل سيونج جان. وبيظهر بعدها نائب المدير تشاو بيقول لهم تنحوا جانبا، الشيخ هان قادم. وبعدها بيكلم الشيخ هان لوفان وبيرحب بيه وبيهنيه على الحصول على المركز الأول في الاختبار. وفي الماضي كان هدفهم ضمان مكان بين التلاتة، ولكنه لما توقع ان لوفان هيفاجئهم كده. لوفان انت عملت بجد، وكان ادائك مدهش جدا، ولم تحصل فقط على المركز الاول بل فعلت ذلك بميزة ساحقة. وبيعطيه الشيخ هان بعدها الوسام الذهبي لفلك العنقاء، وبيقوله بعدها ان العجوز تشين رقاه في السابق لشرف الدية لما كان فلك العنقاء، ودلوقتي متأكد ان هو يستحق الشارة الذهبية. بياخد لوفان الشارة وبيقوله هو متفاجئ، الشارة الذهبية؟ افتكر ان رفاقي قالوا مرة ان في 8 فقط معاهم الشارة الذهبية. بيقوله الشيخ هان ايوه صح، ومن دلوقتي فصعدا انت التاسع وايضا اصغر حامل للشارة الذهبية، وهذه الشارة تحمل مكان رفيع في دولة التين بأكملها. فقط الشيوخ الثلاثة والعجوز تشين هم الأعلى منك، إنها بتعادل مكانة حارس وطني في تاي تشي، وفيلك العنقاء يقدرك كثيرا، وأيضا العجوز هان. لوفان أنت على وشك الوصول للقمة. بيقوله لوفان بكل خجل انا فخور بذلك وشكرا على تقديرك. ووقتها بيعلن المسؤول جين انتهاء الاختبار، وبيهني كل الممثلين اللي كملوا الاختبار، والشخص اللي في المركز الاول هو لوفان، واللي حصل على اكثر من 8 مليون يعني 92% من اجمالي النقاط. والمركز الثاني هو اندريه مع اكثر من نص مليون نقطة. بيقول له الشيخ هان يا الهي لم تحصل على المركز الاول فقط بل واكثر من 90% من النتيجة الاجمالية. بيقول له لوفان الشيخ هان انت بتجاملني، ده كان في توقعاتي بالفعل. بيذهب الشيخ هان وهو مصدوم جدا وبيقول له مش قادر استحمل اكتر من كده، انا ذاهب للراحه. وارتاحوا ايضا. بالمناسبه هنرجع غدا صباحا لأمة التنين، بالاضافه ان الشيوخ التلاته مجهزين مكافآت على المستوى الوطني. بيتفاجئ لوفان من كلامه المستوى الوطني، فبيقول النائب المدير تشاو ما هو اللي عملته مش قليل لذا تستحق ذلك. بيذهب لوفان لغرفته بيفكر مع نفسه وهو ماسك الشارة الذهبية. من دلوقتي فصاعدا مكانتي هي التاني بعد السيد تشين، يمكن جعل تشانج فينج يركع قدامي ويعترف بأخطائه. جين هوي متسلط حقا. خلينا بقى نركن الشارة الذهبية الآن على جنب، وجه الوقت الحدث الرئيسي. وبيفعل بعدها كتاب توسيع الخانة، وبعدها بيخرج البيضة وبيقول لشياو فاي والآخرين استعدوا لترحيب بالتين الجديد. وبيفعل فين الترويض على التين الأزرق، وأخيرا بيظهر التين الأزرق، وهذه المرة صديقي تين ذكر. ما هو كفاية نسوان لحد دلوقتي بقى. ولديه مهارة هدير الرعد اللي بتشيل الأعداء وبتسبب ضرر ساحق، والعقاب السماوي اللي بيتبع الهدف وتوجيه ضربات رعدية بسرعة كبيرة. بيتفاجئ عمنا لوفان التنين ذكر، وبيفرح بعدها ان اخيرا ظهر تنين ذكر، وده بيخلي التنين الازرق خايف من تصرفاتهم. وبيقرب بعدها لوفان من التنين الازرق واللي بيكون مندهش جدا من قوته الكبيره وبالاخص قوته الروحيه. فبيقعدوا التنين الازرق والشاوي والتنين الزمردي بيحاولوا يساعدوا، اما عمنا استغرب هو مات على نفسه من الضحك. وبيشوف بعدها التنين ايد شياوي فبيسيب عمنا لوفان وبيمسك فيها. في الوقت ده بيفكر لوفان التنين ده شرس جدا، انا متاكد ان هو هيكون مزعج في المستقبل، بس اتمنى ما يكونش متمرد زي ستار. والتنين لديه نوعين من سحر الرعد، وهدير الرعد لديه مستوى ضرر واحد فقط، ولكنه هجوم واسع النطاق مع تأثير التحكم. هو مشابه لزي ملك التنين الازرق، ومع العقاب السماوي لا يمكن للهدف تفادي الهجوم، والاهم من ده يمكنه استعمال مهاراته بصوره مستمره من غير اي فاصل. وبعدها بيفكر في اسم التنين الازرق. في الوقت ده بياخد ستار قشر البيض، وده بيعصب التنين الازرق وبيهجم عليه، ولكن بيديه ستار على دماغه. فبيذهب لوفان اللي عنده وبيزعق في ستار وبيقول لي ستار يرجع القشر بسرعه. وبيقعد الجميع بعدها على السرير وبيسيبوا التنين الازرق الغلبان ياكل القشر. هما النساء كده ان كيدهن عظيم. وبيفكر بعدها لوفان في اسم التنين الازرق وبيقرر يسميه شياو لان، ولكن بيشعر لوفان التنين لا يحبه فبيفكر في اسم تاني، ومع قوته الرعدية الساحقة بيقرر يسميه اباو. والتنين الازرق بيعجبه الاسم قوي، وعشان كده بيقعدوا التنين الازرق وبيتخانق مع الاخرين. فبيسحب لوفان نفسه اللي بيكون منزعج من عناده. وهنا بيعرفوا النظام ان تم ارسال خريطة كنز. بيتفاجئ لوفان انها خريطة على مستوى الملك. وبننتقل بعدها على الحدود الغربية لبلد التنين في الحديقة العائلية. بنلاقي وقتها اختنا الكبرى بتشاهد الاختبار وسعيدة جدا من فوز لوفان.
وبتقول إنها كانت متأكدة من ذلك، ومع السيف الأسطوري والعناصر الأخرى مفيش أي سيد يمكنه الوقوف قدامه. وفجأة بتكح بشدة وبيظهر بعدها دم في إيديها، وبتقول بعدها أختنا الكبرى عائلة هوانج أساليبها قاسية جدا،